قولي يومك عبارة عن إيه؟ أقولك هتوصل لإيه؟ هل أنت سعيد فعلا؟ أنت بتصحى من النوم كل يوم تمسك الموبايل تسكرول، تشوف مين سافر، مين خان، مين اتجوز، تتفرج على حياة الناس كلها وتنسى تعيش حياتك أنت. ربنا خلق لنا كتاب عظيم، هو كتالوج نمشي بيه في كل لحظة في حياتنا، في كل كبيرة وصغيرة، بنرجع له ونشوف نتصرف إزاي في كل حاجة، ونتصرف بحكمة وطمأنينة ونمشي على الطريق الصح. مش بس نفتحه ونقرأ فيه ونصلي بيه وبس، مش لازم نبتدي بحاجات كبيرة، الحاجات الصغيرة لو كررناها واحنا مصدقين، زي ما علم النفس بيقول العادات الصغيرة اللي بتعملها كل يوم هي اللي بتخلق شخصيتك الجديدة. في خطوات بسيطة ممكن نعملها. أول ما بتصحى من النوم أشرب كوباية المية وأنا مستشعر إنها نعمة من عند ربنا. يعني كل الموضوع إنك بتغير تفكيرك ناحية كل حاجة، تعيش باستمتاع. إحنا ما اتخلقناش علشان نعدي اليوم وخلاص، اتخلقنا عشان نعيش ونستمتع ونضيف لحياتنا ومجتمعنا. بلاش تفتح الموبايل أول 5 دقايق، افتح الشباك بتاعك وقول لنفسك صباح الخير يا أنا استحق كل حاجة حلوة، أنا هقدر وهكمل بإذن الله. اكتب 3 حاجات تشكر ربنا عليها، لأن ربنا قال لئن شكرتم لأزيدنكم. حتى لو كوباية شاي حلوة. اتعلم حاجة جديدة كل يوم، ولو كلمتين في لغة انت حابب تتعلمها. اتعلم كل يوم ازاي تصلح حاجة جوه نفسك. أنا عصبي، فكل يوم هاخد خطوات إن أنا أتخلص من العصبية. أنا عندي جروح طفولة، كل يوم هتعلم إزاي أتشافى منها. وبالراحة على نفسك، واحدة واحدة وهتوصل. كل لحظة بتعيشها هي فرصة إنك تختار نفسك وتقرب من ربنا وتكتب حكايتك بإيدك.